السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 50 جنيه مبلغ صغير صح، بس لو حطيتي ال50 جنيه دي كل أسبوع على جنب بعد سنة هيبقى معاكي حوالي 2600 جنيه، وبالبركة بتاعت ربنا البيت كله هيتملي خير وبركة. النهاردة بقى هقولك ازاي ال50 جنيه دي هتفرق معاكي وتخلي بيتك دايما فيه زيادة. تعالوا نبدأ بسم الله كده ونصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهنقول كده إن 50 جنيه في 4 أسابيع هتعمل معايا كده 200 جنيه في الشهر. البركة مش في كتر الفلوس يا جماعة، البركة في إن إزاي ربنا يبارك لنا في القليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بارك الله لأمتي في بكورها، يعني اللي بيبدأ بدري وبحاجة بسيطة ربنا بيبارك له. 3 حاجات كده بتعملها ال50 جنيه بتعودك على التوفير بدل ما الفلوس كلها تتصرف. بتعلمك تعملي حصالة طوارئ، عطل بقى حصلك، في البيت دوا مصاريف مدرسة. بتحسسك كده بالأمان. حاجة بسيطة بس في حاجة كده وراها مستخبية. مفيش بيت مفهوش 50 جنيه زيادة لو دورنا كويس. هنعمل كده خطة أسبوعية بال50 جنيه. أول حاجة كده هنعمل حصالة ونسميها حصالة الخير. كل جمعة كده بعد الصلاة شيلي 50 جنيه في الحصالة. في آخر الشهر هيبقى معاكي 200 جنيه. في آخر 3 شهور هيبقى معاكي 600 جنيه. تجيبي بيهم بقى أي حاجة. أول شهر ممكن تشتري رز ومكرونة، زيت، تكوين كده للبيت. الشهر اللي بعد كده تجيبي بقى فرخة، تجيبي لحمة، أي حاجة برضو وتحطيها في الفريزر. الشهر اللي بعد كده تجيبي كده حاجة للأولاد، لبس عيد، تدفعي فاتورة. البركة بتكون كتيرة معاكي من ال50 جنيه البسيطة دي. الطريقة اللي بعد كده وهي صندوق التموين. بدل ما تحوشي فلوس حوشي أكل. بمعنى الأسبوع ده معاكي 50 جنيه ممكن تجيبي بيهم 2 كيلو رز. أنا عن نفسي سبت كده 50 جنيه فجبت بيها البامية اللي انتوا شايفينها دي. جبت كده ال1.5 كيلو ب50. حلوة جدا، بعملها كده على 3 أكلات وبسيبها كده في الفريزر. في وقت كده مش بيبقى عندي حاجة في البيت فبخرجها كده وبعملها جنب حاجة، جنب رز جنب سلطة، بتبقى حلوة جدا والأولاد بيحبوها وفيها قيمة غذائية عالية. بعد كده بقى ممكن تجيب الأسبوع اللي بعده مكرونة، سكر، زيت، أي حاجة. بعد شهرين بتبص تلاقي عندك دولاب ملان تموين كده يكفيكي شهر كامل. عمرك ما هتقولي مفيش حاجة في البيت لأن هيبقى عندك حاجات زيادة. بعد كده هنعمل بقى صندوق الصدقة والبركة. نقسم بقى ال50 جنيه ل30 جنيه تحويش، 10 جنيه صدقة، وال10 جنيه دي بقى تجيبي بقى حاجة حلوة للأولاد هيفرحوا بيها كده. و10 جنيه كده تخرجيها صدقة. ال10 جنيه دي هي اللي هتجيب البركة لل40 جنيه الباقيين من ال50. هندي بقى أمثلة. لو دلوقتي احنا بنشيل 50 جنيه كل أسبوع، بعد 6 شهور ممكن نجيب حاجة نفسنا فيها. بمعنى ممكن ندخل بيهم جمعية، نجيب دهب، نجيب أي جهاز عطلان عندنا في البيت. ممكن تجيبي غسالة، تلاجة، أي جهاز ناقصك. هتبصي كده بعد ال6 شهور هتلاقي معاكي مبلغ حلو جدا. يعني بعد ال3 شهور هيبقى معاكي حوالي 600 جنيه أو 700 جنيه. تكملي عليهم كده وتدفعيهم مقدم في أي جهاز من الأجهزة دي لو ناقصاكي. ممكن يكون المبلغ صغير بس في كام شهر كده بقى مبلغ محترم تقدري ان انت تجيبي بيه حاجة أساسية في البيت. ال50 جنيه دي برضو لو كل شهر كده بتحطي 200 جنيه بتوع الأسبوع، بتحطيهم كده في ظرف برضو على آخر السنة هتلاقي معاكي برضو مبلغ كويس. بعد كده لو بدأتي من الأسبوع ده في شهر 7 200 جنيه، كده هيبقى معانا لحد شهر 12 كده من 1000 ل1200. تقدري بقى ان انتي تحطيهم كده في مقدم قسط أي جهاز انت محتاجاه، أو تجيبي بقى بيهم تصفيات ملابس للأولاد أو أي حاجة الأولاد محتاجينها. ابدأي كده النهاردة ب50 جنيه، ما تأجليش عشان ما تكسليش. اسمعي مني، أول كده ما تاخدي المصروف أو الحاج صاحب البيت كده يقبض فبتشيلي 50 جنيه. اعمليها بقى عادة كده، يعني كل يوم بعد صلاة الجمعة خليها روتين معاكي.
تسميها بقى حصالة البركة مش حصالة فلوس، ما تقوليش لحد لأن الحاجات دي بتتحسد وبتضيع البركة يا جماعة. اشكري ربنا كده كل ما تحطي 50 جنيه قولي الحمد لله. كافئي نفسك كده كل 4 أسابيع خدي 50 جنيه هاتي بقى بيهم أي حاجة كده للأولاد، اعملي لهم حاجة حلوة كده في البيت، اعملي لهم آيس كريم، صينية كيكة حلوة كده، اعملي لهم أي نوع حلويات بيحبوه. ده كده هيفرح الأولاد وكمان ممكن يكون معاهم فلوس يحطها لك في الحصالة كمان. عايزة اقول لكم ان الخير والبركة يا جماعة بيبدأوا بخطوة بسيطة وبخطوة صغيرة. 50 جنيه مش هتفقرك خالص، بس غيابها هيعلمك ان انت لو ما بدأتيش كده من الاسبوع ده هيكون فاتك كتير. ظرف كده اكتبي عليه بركة بيتي. حاجة بسيطة يا جماعة بس فعلا هتفرق معاكم جدا. في وقت كده مش هتبقوا معاكوا فلوس وهتفتحوا كده الحصالة أو الظرف اللي انتي بتشيلي فيه الفلوس هتلاقي معاكي كده مبلغ حلو جدا هينفع معاكي بقى لأي ظرف. 50 جنيه بسيطة ولكن بتدي خير كده وبركة في البيت. لو انتي بقى كده هتحطيها بقى في الأكل فهتملي معاكي الفريزر كده خير. يعني البامية دي كده زي ما أنا قلتلكم أنا جبت كده كيلو ونص بعملهم على 3 طبخات وبسيبهم كده في الفريزر، وقت كده مش عندي حاجة بخرجها وبطبخها بتبقى حلوة جدا. الطماطم رخصت كده بتجيبي بقى قفص طماطم كده. أنا عارفة إن طبعا القفص مش هيكون ب50 جنيه، ممكن كده تجمعي أسبوعين على بعض ولا 3 أسابيع هيعملوا معاكي كده كمية صلصة حلوة جدا. هتسيبيها كده في الفريزر برضو. لو الطماطم كده كان سعرها مبالغ فيه هتخرجي كده وهتطبخي وهتعملي لولادك أحلى أكل. قفص الطماطم بيعمل حوالي كده لو هتعملي أكياس صغيرة هتكفي الطبخة هيعمل معاكي حوالي 20 كيس أو 15 على حسب. بس هتلاقي الفريزر بتاعك مليان خير. الحاجات اللي زي دي أنا بحب صراحة أخزنها كمان عن إن أنا أخزن فلوس. لأن انتي تعملي كده دولاب في البيت كده وتجيبي فيه خزين البيت أحسن بكتير، أو إن انتي تملي الفريزر بتاعك برضو. ده كله بيوفرلك. ممكن تكون قيمة الفلوس بتقل ولكن قيمة الحاجات اللي زي دي لما بتسيبيها كده في الفريزر أو في دولاب الخزين عندك قيمتها ما بتقلش بل بالعكس بتزيد. لما بتجيبي زيت وسكر كده عندك في دولاب الخزين حاجات في الفريزر ده بتوفر معاكي. ممكن يجي عليكي أسبوع كده جاتلك ظروف جاتلك أي حاجة فانت بتخرجي من الحاجات دي وبتعملي أحلى أكل وبتمشي بيتك. دايما كده سمي الله وادعي دايما بالبركة وانتي كده بتعملي أي حاجة في البيت. ده كده بيخلي البيت مليان بركة. لو هتحطي 50 جنيه وهتصرفيها في حاجة مفيدة هتبصي تلاقي ال50 جنيه دي جابت حاجات ب100 جنيه. دي مش بتكون شطارة منك على فكرة ولكن دي بتكون بركة من ربنا. اللهم بارك لنا في رزقنا وبارك لنا في بيوتنا. أتمنى بقى لو الفيديو كده لمس قلبك اعملي شير علشان غيرك يستفيد. أتمنى أكون فدتكم على قدر المستطاع. اكتبولي كده بقى في الكومنتات هتسموا الحصالة بتاعتكم ايه.